الناس اللي بيحبوا الحواوشي بس مش عارفين ياكلوه عشان العيش بتاعه مصنوع من الدقيق، هنعمل لكم النهارده حواوشي بس العيش بتاعه مصنوع من البطاطس والنشا. انا هحضر العيش الاول. اول حاجه هنجيب كيلو بطاطس وتعملي مكعبات زي ده كده، وهحطه في الخلاط على النار يغلي. لما يستوي هوريكم هنعمل ايه. هجهز بقى الخلطه في الكبه. هجهزها كده واوريكم شكلها عامل ازاي لما اخلص ان شاء الله. شكل الخلطه بتاع الحواوشي اهي. البصل مع الخضره مع اللحمه المفرومه اهي، ودي توابل حواوشي، وحطيت كمان ملح وفلفل وكمون من عندي، وطبعا البصل عليه كان عليه قرن فلفل حار، وكمان عليه حته دهن صغيره كده. هستنى بقى لما البطاطس تتسلق واوريكم هنعمل ايه. البطاطس خلاص استوت اهي، هطلعها في طبق. دي البطاطس اهي بعد ما اتسلقت، ههرسها هرس بسيط كده. زي ما قلت لكم هنعمل الحواوشي دوت بالعيش اللي معمول من البطاطس والنشا. بس كده. دي شكل البطاطس اهي. كيلو البطاطس هياخد كوبايه نشا. كل كيلو بطاطس هتسلقيه هتعملها عيش هتحط على كوبايه نشا. لو عايزه تضخ الكميه يبقى زي ما انا قايله لك كده، كيلو على كوبايه نشا. وهلم بس البطاطس كده مع النشا، هلم بس مش هعجن، عشان لو عجنتي هتبقى البطاطس هتلزق معاكي. طبعا العيش ده هيبقى جميل جدا، لان انتوا عارفين طبعا النشا بيخلي اي حاجه معموله بيه مقرمشه كده وحلوه. كل شغلنا هيبقى بالنشا، يعني مش هنستخدم دقيق خالص هنا في الوصفه دي. انا طبعا جهزت الخلطه زي ما انتوا شفتم. اللحمه المفرومه عليها بصله وعليها حزمه كزبره على شبت، وعليها قرن فلفل اخضر وقرن شطه صغير. بس دي شكل العجينه اهي. هشكلها بقى على ان هي ايه، كأنك هتعملي رغيف عيش بالظبط، على حسب ما انت عايزه بقى. عايزه تعملي رغيف كبير كتري، عايزه تعملي رغيف صغير براحتك انتي. انا هشكل كل العجينه بالمنظر ده وبعدين اوريكم هنعمل ايه. هفرد العيش على النشا زي ما انتوا شايفين كده، واحط اللحمه فيه وافرده فرد بسيط واسويه على النار. هوريلكم انا بسويه شكله عامل ازاي. وفي طاسه على نار هاديه هنحط رغيف الحواوشي كده ونغطي عليها لمده 10 دقايق. ده شكل رغيف الحواوشي اهو، طعمه حلو وجميل وريحته جميله جدا.
طريقة سهلة وحلوة للناس اللي مبيحبوش يستخدموا الدقيق في الاكل بتاعهم. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم.